الفيديو ديال هذا النهار البنات والمشاهدين العزاز هربل، سلطه ديال الهربل كتجي روعه هائله منعشه ديال الصيف، شي حاجه طوب ديال الطوب. كنتمنى ان شاء الله تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتشوفوا باش كتصوب، راه كتجي خطيره خطيره وصحيه 200 في الالف. يلا صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه مزيانين؟ كلشي هو هذاك 5 ايوا فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم حياة لالين. كنتمنى لكم ان شاء الله عطله سعيده وتكون نهار جديد كما قلت لكم. كنتمنى ان شاء الله تشاهدوا الفيديو. غندير لكم واحد لا سالاد منعشه صيفيه خطيره كتجي فنه البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. مشيتوا لشي بيكنيك ديوها معكم، يعني كنتوا في شي نزهه في لابلاج في داركم تمتعوا بها. راه كتجي لذيذه جدا وخطيره وروعه بهربل. هاد هربل البنات راه هو يعني الزرع. فعاود ما نمشيو نشريو ونقلبوا على ايبلي ولا يعني كتعرفوا ايبلي غالي شي شويه. فهاد هربل الحمد لله يعني كيدير 240 ريال. يعني تقدروا ديروا غير نص كيلو بحالي انا دابا جبت نص كيلو يعني كافيني. وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله من جيسكا زد. تبارك الله كيجي غزال وصحي 100%. يعني كتاكلوا شي حاجه ديال الزرع اللي هي صحيه، وغندير معاها ان شاء الله الخضروات اللي تا هما صحيين ومنعشين كما قلت لكم وديال الصيف. يلا خليكم مع اختكم حياه، وما تنسونيش من اللايكات، بارطاجيو الفيديو لاحبابكم لصحابكم لجيرانكم لكل من هو عزيز عليكم. وبطبيعه الحال ما تنسونيش من ديك اللايك، الله يكثر خيركم، لان ديك اللايك هي اللي كتساعدنا اننا نزيدوا لقدام وان المشاهده تكون وان يعني باش تفعل ان شاء الله القناه يعني في اقرب وقت ان شاء الله. يلا خليكم معايا. المهم البنات غنوريكم هربل ديالي. ها هو اللي ما كتعرفش الشكل ديالو. انا جبت هذا المكسر هذا، يعني تقدروا تجيبوا داك اللي صحيح، ولكن انا هذا يعني نظرا لضيق الوقت وداك الشيء باش يعني يوجد لي في اقرب وقت. ما كيكملش يعني ربع ساعه كتلقاو راسكم هربل صافي ناضي معكم البنات. ها هو الشكل ديالو. هذا راه الزرع مدقدق. وبالنسبه درت دابا شويه الزيت والملحه صافي فقط لا غير. غادي الخضره تقدروا ديروا جميع الخضروات اللي كتبغيو. انا درت هنا درت هذه سميتو البطاطا وخيزو. وانا دابا منين كتشوفوني شويه كنسهيت راني عندي الجلبانه في الحقيقه في الفريغو، غادي نزيد نضيفها حتى هي كتجي زوينه. غادي نضيف الجلبانه. ودابا المشاهدين العزاز ها انا زدت الجلبانه، يعني تفكرتها في اخر لحظه حتى هي نستافدوا بها وبالمزايا اللي فيها. المهم راني درت غير الملحه وشويه ديال الزيت صافي، ويعني وغنخليها تسلق. غادي نغطيها ونخليها تسلق على خاطرها. وغادي نوريكم ان شاء الله المكون اللي غادي نضيف هو الطون. وانتم لكم الاختيار، تقدروا ديروا لا داند، تقدروا ديروا داند فيمي، يعني اي حاجه بغيتو. المهم انا غنديرها بالطون ان شاء الله. كتجي سلطه منعشه كما قلت لكم وصحيه وغزاله وكيبغيوها الكبار والصغار البنات. وكنتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه اللي وصلت لهنا وما مشتركش يشترك. يعني كاين اللي كيتفرج في الفيديو وما كيشتركش، ما عرفتش علاش، واش كينسى ولا كيعجز ولا هذا. ففضلا وليس امرا عافاكم ما تعجزوش، ديروا لي واحد الاشتراك وبارطاجيو. الله يجازيكم بخير، ولايك وكومونتيرات بحالكم. الله يخطيكم علينا وحنا لبعضياتنا نساعدوا بعضياتنا. يعني احنا صحاب القنوات بعدا بالاخص اللي لقيناه ما عندوش ابوني نتابوناو عنده. علاش لا نديروا هذا الاجر، نوصلوا بعضياتنا لواحد كاع على الاقل. اللي عندها ولا اللي عنده قل من واحد كاع نساعدوه كلنا، ندخلوا نتابوناو ما فيها باس. يلا خليتكم على خير وغادي نخليهم يتسلقوا. وهذه هي السلطه ديالي لهذا النهار ان شاء الله اللي كنشاركها مع المشاهدين العزاز الغالي. ديري بالطول. ها انتم المشاهدين العزاز الهربل ديالي هو هذا.
راه تبارك الله طاب مزيان. دابا غادي نضيف له هاد الخضروات. ها نتوما كتشوفوني درت تبارك الله البانيو كبير، حيت تبارك الله درت الكميه كثيره، درت نص كيلو ديال الهربل. المهم درت كما شفتوا الجلبانه، البطاطا وخيزو، وغادي نضيف عاد ان شاء الله المكونات الاخرين. ودابا غادي نضيف الخيار، ها هو قطعته دي مورسو صغيورين، وهذا غادي نخلي عاود هذا النص هذا بوغ لا ديكوراسيون. ها نتوما بسم الله. فكما قلت لكم البنات هاد الشلاضه راها وجبه كامله غنيه بالخضروات وب زعما بالفيتامينات، البروتينات كل شيء فيها، كلها طاقه وكلها رائعه. وغندير دابا هاد الطاسه الميس دو اون غران. هانتوما غادي نديرها كامله. نكمل معكم، ها هي البواطه حليتها غنديرها كامله. هاد النوع هذا البنات ديال هاد الميس اللي درت راه ما فيهش الماء بزاف، تقريبا راه مصفيه في بلاصتها زوينه. ما ولفتوني البنات دائما كنستعمل هاد النوع ديال الطون هذا، كنشريه من بيم. هو زوين ويعني يستاهل داك لو بري اللي دايرين له. المذاق فيه روعه، ويعني ماشي غير كذوب، كاين شي طون كنجيبوه ماشي تالتم. المهم راه كان عندي في الفريكو طلق شي شويه ديال الندا ديالو داكشي في الثلاجه بليطو. صافي غنحيدو وغندير هاد لي بواط 3 كاملين، يلا يكفي. وخليكم مع اختكم حياة حتى نهايه الفيديو. كنتمنى ان شاء الله تشاركوا هاد لا سالاد او هاد السلطه او الشلاضه المغربيه غزاله ومنعشه البنات. المهم غادي نحل هاد لي بواط هادو. من بعد الطون غادي نضيف الزيتون. ها نتوما البنات تبارك الله فيها كل شيء، فيها خيرات الله. ها نتوما درت الزيتون. دابا غادي نضيف هاد الفرomاج هذا ديال البرغر زوين. ها هو غادي نحلو. المهم غادي نجبدهم وندير. ضفت الفرماج وغادي نزيد بقى لي البيض، هو اخر حاجه كنظن. وغادي نديرو في المول ديال الكيكه ان شاء الله. وغادي تشوفوا كي كتجي هاد السلطه روعه في المذاق وفي الفوائد وشهيه، يعني كتشهي وغزاله ومنعشه كما قلت لكم وصيفيه. كنتمنى تجربوها، راه اكيد غتعجبكم، ما غتبقاوش يعني ديما غتبقاو تفكروا. في الاخير كنضيف البيض مسلوق بطبيعه الحال، وغادي نبدا نخلط الجميع بحال هكا. نخلط هربل مع هاد العناصر كامله، مع هاد الخضروات، مع الطون، مع الميس، مع البيض، الزيتون. فكما قلت لكم راه تبارك الله كامله تبارك الله غنيه جدا جدا جدا. يعني هاد الشلاضه اللي قلتو بحقها قليل فيها. هادي راه تبارك الله اكله، ماشي شلاضه، راه اكله تقدروا تغداو بها ولا تعشاو بها بلا ما تاكلوا شي حاجه اخرى مع الخبز ولا المرقه ولا. فهذه تبارك الله كافيه وشهيه طيبه عفوا سمحوا لي. وغادي نديرها دابا في المول ديال الكيكه وغادي تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. والى عجباتكم هذه الوصفه عافاكم خليو لي واحد البصيمه، الله يخلي لكم معزيز عليكم، والله يعطيكم صحيحتكم ويعطيكم النجاح والفلاح في حياتكم. يلا والكومونتيرات خلاص راه كنقرا التعاليق ديالكم واحد بواحد وكتفرحوني وكتشجعوني، فالله يفرحكم والله يعطيكم. ها انا بديت كندريسي في هذا المول هذا ديال الكيكه، واللي عندكم نتوما تقدروا ديروه. الا عندكم المول طويل ديروه، المول ديال القليب، يعني الشكل اللي بغيتو. صافي ها نتوما البنات، حتى العين راه كتاكل قبل الكرش كما كنقولوا. اذا كانت الوجبه يعني زوينه حتى في الحطه ديالها وفي المنيضه راه كتخليك كتجذبك تاكليها. يلا دابا باي باي عليكم حتى